تختلف المناطق والأهداف لكن الطريقة واحدة. هذه المرة مقر لجهاز الأمن الوطني التابع للشرطة بالقاهرة، والخسائر المعلنة وفقا للمصادر الرسمية إصابات متوسطة وسطحية لرجال شرطة ومدنيين. الانفجار شهده حي شبرا الخيمة شمال القاهرة، وتحديدا طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، إذ وقفت سيارة مفخخة خارج الحرم الأمني للمبنى، ثم تركها قائدها واستقل دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة، ليقع الانفجار بعدها بدقائق، مخلفا إصابات وتلفيات في المبنى وبعض المباني المحيطة. كما تحدثت مصادر عن تفكيك قنبلة زرعت في مجمع المحاكم القريب من مبنى الأمن الوطني، وسيلة أصبحت القاسم المشترك في العمليات الإرهابية التي استهدفت القيادات الأمنية والقضائية في مصر. فمنذ نحو الشهر انفجرت سيارة مفخخة أمام القنصلية الإيطالية بالعاصمة المصرية، وسبقها بأيام عملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات الذي قتل في هجوم بسيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكبه. لكن الواقعة الأكثر تشابها في تفاصيلها مع الحادث الأخير هو تفجير مديرية أمن القاهرة الذي وقع منذ أكثر من عام. تفجير دموي رصدته كاميرات مراقبة لمتحف الفن الإسلامي المقابل لمبنى المديرية، فكشفت عن توقف سيارة نقل أمام المبنى ونزول سائقها منها ليستقل سيارة أخرى، وبعدها وقع الانفجار. ليس التشابه في الغايات وطرق الاستهداف فحسب، بل الجهة التي تبنت معظم العمليات الإرهابية في مصر هي نفسها تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لداعش.